بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت صباح هذا اليوم بلقاء فخامة رئيس المجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، حيث نقلت له رسالة من الكويت تتعلق بما تتعرض له دول الخليج حاليا من اعتداءات غاشمة من قبل إيران، وكما قدمت لفخامته التهاني بمناسبة العودة إلى الخرطوم وممارسة واستئناف الوزارات والسفارات والمؤسسات الحكومية مهامها وأنشطتها من العاصمة السياسية الخرطوم. تخلل هذا اللقاء الطيب بعض المشاورات مع فخامة الفريق عبد الفتاح البرهان ومعالي وزير الخارجية عبد الحي سالم. تطرقنا فيه إلى أهم ما يمكن استعراضه في العلاقات الثنائية بين السودان والكويت. تعرفون أن العلاقات الكويتية السودانية ومنذ اللحظة الأولى للحرب في السودان قامت الكويت بدور إنساني وداعم للأشقاء في السودان، إن كان على جانب المساعدات الإنسانية التي لم تنقطع منذ مايو 2023 وإلى الموقف السياسي الواضح والداعم لوحدة وسلامة السودان وسلامة أراضيه وسيادته الوطنية على مقدراته. هذا الموقف ثابت ونعمل عليه. جانب مهم من الزيارة ما سمعته من فخامة الرئيس الذي أكد بلا شك على إدانته للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت ودول الخليج، وتأكيد تضامن السودان أيضا مع هذه الدول وحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لردع هذا العدوان. هذه المواقف السودانية ليست غريبة على القيادة السودانية والشعب السوداني الذي قدم مواقف رائعة سترسخ دائما في ذهن أبناء وشعب الكويت والقيادة الكويتية. هذا الموقف مبدئي ونثمنه كثيرا في الكويت، ونتمنى من الله إن شاء الله أن تزول هذه القمة قريبا إن شاء الله.